السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وبالف خير وبصحة جيدة. مرحبا بالناس الجداد واكيد مرحبا بالناس القدام حتى هما. مرحبا بكم كاملين عندنا في قناة زهرة سهيل. كما كتشوفوا اليوم غادي نقدم معكم واحد طاغط كلاصي بلا موس الشوكولا والبرتقال اللي صراحة كتجي رائعة وبمقادير بسيطة. نخليكم تشاهدوا معايا المقادير. كما كتشوفوا هنا خديت واحد البول، غادي ناخد فيه 4 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وإلا كانوا مازالين باردين ديروهم في الماء يكون سخون واحد 5 دقائق حتى تأكدوا بأنهم ما بقاوش باردين عاد تستعملوهم. عندي كذلك كأس من سكر سنيدة، كأس العنبة، وعندي واحد ساشي ديال الفاني، وعندي واحد شوية ديال الملح لتصحيح الذوق. كنخلطوا العناصر مزيان. كناخدو ضروري بالنسبه للتخلط من الاحسن يكون طراب كهربائي، حيت الطراب اليدوي كياخد واحد الوقت بزاف، يعني ضروري يكون الطراب الكهربائي. وبالنسبه اللي ما عندوش وبغى يدير اليدوي يديرو، غير هو كياخد كياخد الوقت بزاف. كما كتشوفوا كنطربها مزيان حتى كنتحصل على واحد العجينه تكون حتى كتبيض، يعني حتى كتولي عاقده كاننا درنا فيها الطحين. كناخذوا نص كاس ديال الحليب حتى هو يكون بحراره المطبخ، وكذلك نصف كاس ديال الزيت، وكنخلطو مزيان. وعندي هنايا كاس، عندي 2 كيسان مع مرينش ديال الدقيق. كندير الكاس الاول هو الاول كنغربلو، كما كتشوفوا انا كندير كميه بكميه، يعني شويه درت الكاس الاول وخلطت عاد زدت الكاس الثاني. كما كتشوفوا انا يلاه ضفت الكاس الاول وكنخلطو من الفوق للتحت، من الفوق للتحت، باش ما كنخلطوش يعني عادي بحال هكاك باش ما تهبطش لينا لا جينواز، باش ما يهبطش لينا داك البيض اللي طربنا. من الفوق للتحت، من الفوق للتحت. وحاولوا انكم تاخذوا شي طراب اللي يكون يعني بحال هكا، يعني فيه هذوك يعني فيه ثقوب هكا باش يبقى يخرج لكم منه الدقيق. كما كتشوفوا انا زدت الكاس الثاني حتى هو كذلك قلت لكم كاس ديال الدقيق ما يكونش عامر. وكنخلطوا كذلك من الفوق للتحت غير بشويه. انا غير كنصر عليكم هنا الفيديو باش تشوفوا، يعني غير بشويه كتخلطوا. كما كتشوفوا عندي هنا واحد الصفيحه ديال الفرن، انا خديت شكل على شكل دائري، درت فيها ورق ديال الطبخ وشديت العجين ديالي قسمتها على 3 ديال القسمات، قسمتها على 3 ديال المرات. درت الاولى هي هذه، والثانيه غادي ندخلها حتى هي كطيب، والثالثه درت فيها واحد المعلقه ديال الكاكاو المر، وزدت عليها معلقه ديال الحليب باش تخفف، حيت راكم عارفين ملي زدتوا معلقه ديال الكاكاو غادي تعقد العجينه وما غاديش تصدق معنا. فزدت ليها معلقه ديال الحليب. كما كتشوفوا كنقادو لها الجوانب ديالها مزيان وكندخلوها الفرن كطيب على نار مهيله. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن غازي طيبوها من الفوق عاد يهبطوها لتحت تحمر، وبالنسبه للناس اللي كيشعل عندهم الفران من الفوق ولتحت يطيبوها على يشعلوا عليها من الفوق ولتحت على نار مهيله. انا عندي الفران كيطيب من الفوق ولتحت على درت ليها على نار مهيله، تقريبا خدات ليا 10 دقائق في الطياب. وبالنسبه للناس اللي عندهم فرن كهربائي فحتى هما اكيد غيطيبوها من الفوق لتحت، واللي عنده المروحه غيستعملها، واللي ما عندوش ما غاديش يستعملها، غيشعل غير من الفوق لتحت. وهذه كما قلت لكم الثانيه حتى هي واخا خدت ليا واحد اللون، يعني تحمرت ليا من الفوق شويه لكن ماشي مشكل. والثالثه اللي قلت لكم الثالثه ديال الكاكاو راها مازال كطيب. ندوزو للكريمه ديال البرتقال. فانا خديت هنايا واحد البرتقاله عصرتها وعصرت معها واحد الحامضه، وزدت ليها كذلك نصف كاس من الماء باش كنهرسوا داك اللوغو ديال الحامض. عندي كذلك هنا 4 معالق من سكر سنيده. بالنسبه بالنسبه للسكر سنيده فكل واحد كيبقى على حسب الذوق. كنخلطو مزيان باش كذوب لنا ديك سنيده مع البرتقال والحامض. وعندي كذلك هنا 2 معالق كبار من النشا الذره. وعندي كذلك هنا واحد البيضه، بالنسبه اللي بغى يدير غير اصفر بيضه يديرها، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، هي غير كتعطي صراحه واحد المذاق زوين. كنخلطو مزيان باش كذوب لينا ديك النشا ومع هذيك البيضه وسكر سنيده.
كنخلطوهم مزيان حتى كنتاكدوا بانهم دابوا مزيان. وعندي هنايا كذلك راس ملعقه صغيره من نكهه البرتقال، حتى هي كذلك يعني اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، واللي بغى يحكي غير شويه ديال قشور البرتقال اولا ديال الحامض يديرهم ماشي مشكل. كما كتشوفوا هنا انا شعلت عليها على نار مهيله، وكنبقى نستمر في التحريك حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي مزيان. من بعد ما طابت ليا الكريمه ديال البرتقال، فانا ضفتها في واحد الزلافه وغطيتها ببابي سلوفان، ودزت عاوتاني نصايب كريمه ديال الشوكولاته. كما كتشوفوا عندي خديت كاس ونصف من الحليب، وجوج معالق كبار من سكر سنيده، وملعقه كبيره من نشا الذره، وعندي كذلك ملعقه ونصف كبيره من الكاكاو المور. فانا غير استعملت المعلقه صغيره، لكن خديت بحسب انني ناخذ معلقه ونص كبار من الكاكاو. وعندي هنا واحد فلون كذلك ديال الشوكولاته، كنخلطو كذلك مزيان حتى كتذوب لينا كيذوب لينا الكاكاو مع سكر سنيده ومع فلون ديال الشوكولاته. كنخلطو مزيان، عاد كنشعلوا عليها النار كما قلت لكم، لان النشا كتعقد دغيا، فضروري خصنا حتى نتاكدوا من انها طابت، نتاكدوا بان كلشي داب معنا. عاد كنشعلوا النار كما كتشوفوا انا شعلت عليها مع التحريك المستمر على نار مهيله، ودرت ليها بعض الشوكولاط من الشوكولاط الاسود، يعني شحال ما بغيتو ديروا. كما قلت لكم من بعد صافي حتى هي ما طابت، درتها في واحد الكاسرول، عفوا درتها في واحد الزلافه وغطيتها كذلك حتى هي ببابي سلوفان، وخديت عاوتاني واحد الكاس ديال السكر سنيده نصايبو هنايا الطبقه المقرمشه. شعلت عليه كذلك حتى هو على النار مهيله حتى كنشوف داك السكر سنيده كيذوب، وضروري كنعاونوه بالتحريك باش ما يتحرقش. وعندي كذلك هنايا نصف كاس من اللوز، ضروري كنسبقوا اللوز هو الاول حيت هو كياخذ الوقت واحد شويه عاد كيطيب، يعني حتى كنتاكد منه حتى كنشوفو هكا بدا كيطرطق، عاد كنزيد ليه كاس الى ربع من الكركاع. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا غير اللوز بوحدو يديروه، اللي بغا يدير الكركاع يديروه، انا فضلت انني ندير بيناتهم بجوج. كما كتشوفوا درت اللوز هو الاول حتى تحمر واحد شويه، عاد درت ليه الكركاع لان الكركاع دغيا كيطيب. كنحرك ضروري مزيان باش كنحس بان داك السكر سنيده دخل في هذيك اللوز والكركاع. كما تشوفوا فرشت واحد في ورق الطبخ وفرشتو عليه، درتو عليه وخليته حتى نشف كيجي بهذه الطريقه. غادي نهرمشو واحد شويه وغادي نخليه على جانب. بالنسبه للناس اللي عندهم هاشوار وبغاو يديروا فيه يديروها، انا فضلت انني غير نهرمشو هكا شويه صافي. من بعد ما انني ساليتو كما قلت لكم هرمشتو، كناخذ واحد الفول كناخذ فيه واحد بودره كريم شونتيي، وعندي كاس بارد من الحليب. حاولوا انكم ديروا الحليب في المجمد حتى يبرد مزيان عاد تستخدموه. وكذلك كنخلط مزيان ديك الكريمه حتى كتطلع ليا حتى كتولي عاقده. فانا ما ضفتش فيها سكر سنده لانني كتجيني اصلا هي حلوه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه اكثر يديروا فيها سكر كلاصي، او لا يذوبوا السكر سنيده مع الحليب عاد يضيفوه باش ما كيبقاش لي داك الحبيبات ديال السكر سنيده في الكريمه. كما كتشوفوا انا كنطربها مزيان. من بعد ما انني ساليت التطريب كناخذ واحد الكميه. بالنسبه لهاد الكميه اللي انا نخلي، فانا نخلي واحد الكميه قليله لانني هاد الكميه اللي خديت غادي نقسمها على جوج مرات، يعني حاولوا انكم تاخذوا كميه اكثر. كما كتشوفوا هاد الكميه اللي انا خليت غادي ندير ليها كريمه ديال البرتقال اللي صايبت معكم قبل، خليتها حتى بردت. ضروري تخليو الكريمه حتى تبرد. انا داكشي باش انني سبقتها هي الاولى ودرتها في الثلاجه حتى حسيت بها انها بردت، عاد جبتها كنخدم بها. كتشوفوا على هذا الشكل. كنخلطو مزيان حتى كتدخل لنا ديك الكريمه ديال البرتقال والحامض مع كريم شونتي. وكذلك غادي ندوز للكريمه الثانيه حتى هي اللي صايبت معكم كريمه ديال الشوكولاته. كريمه ديال الشوكولاته غادي نزيدوها مع كريم شونتي حتى هي كذلك، وكنخلطو. كما قلت لكم انا خليت هنايا نسبه اكثر لانني هنا باقي غادي نخدمها على جوج مرات. كنخلطو مزيان حتى كنعرفوا حتى كنحسوا بان يعني ينسجموا مع بعضهم. كناخذ واحد الاطار اللي كنضيف فيه الطبقه الاولى من لا جينواز وكنسقيها بعصير البرتقال. كنسقيوها مزيان. صراحه انا الجينواز كيعجبني نسقيها، كاين اللي ما كيبغيش يسقيها ولكن انا كيعجبني نسقيها.
كنديروا لهذيك الكريمه الاولى اللي درنا ديال الليمون، كنسرحوها مزيان وكنقادوا لها الجوانب ديالها. كنسرحوها كما قلت لكم مزيان. وكنديروا لها كذلك الموز او البنان، يعني اي واحد بغى يدير يعني شي حاجه. يمكن لكم هنايا ديروا الفريز، ديروا يعني اي فاكهه كتفضلوا. فانا صراحه كيعجبني داك اللوغو ديال البرتقال مع البنان. قلت لكم انا كيعجبني داك اللوغو ديال البرتقال مع البنان، صراحه كيعجبني داكشي فاش فضلت انني ندير البنان. وكيبقى لكم الاختيار، يعني بغيتو ديروا هذا البنان ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش. من بعد زدت داك اللوز والكركاع اللي درت اللي وريتكم قبل، كما قلت لكم هرمشتو ودرتو. وهذه كذلك الطبقات اللي قلت لكم درت ديال الشوكولاته حتى هي سقيتها بالبرتقال. كنسقيوها مزيان حتى هي. بالنسبه لكم الا بغيتو ديروا تسقيوها يعني بنسكافيه والماء تسقيوها، فانا فضلت لان درت ميلونج بين البرتقال والشوكولاته، فقلت ماشي مشكل. وكندير ليها حتى هي كذلك ديك الكريمه ديال الشوكولاته اللي طربت معكم من قبل، كنديروها حتى هي مزيان. كنسرحوها في الجوانب وكنحاولوا اننا نقادوها شويه. وحتى هي كذلك كندير لها داك اللوز والكركاع اللي درت لكم من قبل، كندير واحد الكميه لا باس بها. وكذلك كنزيد الطبقه الثالثه من لاجينواز عفوا. وكذلك حتى هي كنسقيها بنفس الطريقه اللي درت قبل، كنسقيوها مزيان. كنزير شويه الاطار لان جاني بحال اللي ترخف شويه. وكذلك كندير لها الطبقه الاخيره من الكريمه، كنديروها لها كنسرحوها على تاهي كذلك من الجوانب مزيان. وكنحاولوا اننا نقادوا لها الوجه من الاعلى. كنقادوها مزيان. صراحه هاد لاطارط يعني سهله، الواحد احسن انه يدير شي حاجه ديال الدار احسن ما انه يمشي يشريها. يعني راه ما صعيبش بزاف وما كتاخذش يعني الوقت بزاف وما كتاخذش فلوس بزاف، يعني سهل انك تصايبها. من بعد ما انني قاديت لها الوجه بيتها ليله كامله في المجمد حتى لغد ليها عاد استعملتها. واللي بغى يستعملها في نفس النهار يخليها من 6 السوايع، يعني اقل حاجه هي 6 السوايع. وكما كتشوفوا حيت لها الاطار ديالها وكنقاد ليها الجوانب ديالها. وغادي ندير ليها الكلاصاج، ندوزو نصايبوا معكم الكلاصاج. كما قلت لكم هذا الكلاصاج فانا فايت لي حضرته معكم من قبل، يعني الا بغيتوا المقادير بالتدقيق نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. نقول لكم دابا غير بسرعه، ولكن بغيتوا التفاصيل دخلوا الفيديو في صندوق الوصف. كما قلت لكم انا خديت واحد الكاسرول درت فيها 6 ديال المعالق سكر سنيده يكونوا كبار، و3 المعالق كبار من الكاكاو بودره الكاكاو، وكاس الى ربع من الماء. كنخلطوهم مزيان حتى كتخلينا ديك السكر سنيده كتذوب مع الماء والكاكاو. وكنشعل عليهم على نار مهيله، كنخليوها كطيب حتى كتعقد واحد شويه. ومن بعد كنزيدوا لها بعض القطع ديال الشوكولاته. فمن الاحسن ديروها من 8 الشوكولاتات حتى ل 10 ديال الشوكولاط يكون يعني اسود. وصافي كتخليوه حتى كيدفى شويه وكتستعملوه كلاصاج من الفوق. وانا زينتها بواحد شويه ديال الكريمه ديال البرتقال كانت بقات ليا، ودرت خطوط من الشوكولاته الابيض ودوزت عليهم هكا بالسكين باش كيعطيني هذا الشكل الرخامي بحال هكا. وكما كتشوفوا انا زينتها بالشوكولاته هنايا اللي شوكولاط اسود اللي حكيته ودرت ليه ملون ذهبي. وكذلك رشيت واحد الرشيشه صغيره من اللون الذهبي اللي عطاتني هاد اللمعه هكا. وزينتها كما قلت لكم وزينتها بواحد شويه ديال لاتويل. الا بغيتو حتى هما الا بغيتو حتى هما التزيين اللي انا زينت به بغيتو نعاودو معكم
خليوها ليا في كومونتير وغادي نعاود معكم ان شاء الله كلشي بالتفاصيل. هاد يعني هاد الاتوي اللي درت من الفوق بغيتو نديرو معكم في فيديو اخر نديرو. اذا لا طاغت ديالي هي هذه صراحه كتجي رائعه في الشكل وفي المذاق. يعني انا كنفضل انني ندير شي حاجه ديال الدار احسن ما انني ندير شي حاجه ناخذها من الزنقه. يعني ما كنعرفش انا باش مصايبه، ويعني ومقادير بسيطه كما كتشوفوا راه ما خداتش معايا بزاف، يعني راه كتقام رخيصه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، كنتمنى انكم تجربوها وتخليوها لي في كومونتير تقولوا لي كيفاش جاتكم. نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي الطبقات من الداخل. كما كتشوفوا كتجي رائعه يعني وكتجي بنينه الصراحه. غير جربوها ان شاء الله وما غاديش تندموا عليها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبتكم لاطاغ تخليوها لي في كومونتير. حتى لهنا كنكون انتهيت معكم الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.